معاكم يا جدعان فترتيت كانت كتر من حالاته تيشبوتات. النهارده يا جدعان معرفش ايه اللي وداني انا، معلش نروح بيتي احسن. نقف هنا بس انا مش عارفه اصلا بدي فين. السلام عليكم. بتقول لكم هاي. بتقول لكم عايزه ايه؟ ايه نو انت بتتكلمي عربي؟ شكلها بتتكلم انجليش. منا احنا روحت البيت يا جماعة ما انا مبسوطة يا لهوي. اطفلكم النور بس عشان بصوا انا عينيا وجعني على فكرة، فهطفي النور شوية. فين النور؟ انا بطول يا جدعان من النور ده عشان لسه البيت جديد عليا، عشان لسه جايباه امبارح. يلا بينا، عايزة اعمل كده اكلة جميلة، اعمل لي فراخ. ثواني كده نطلع في المطبخ. مش عارفة هتقولوا لي بالليل ولسه ما غيرتش هدومك يا جدعان؟ ما انا عايزة اكل، اعمل ايه؟ انا مش عارفة حاجة اتكلم. يلا بسم الله، يلا بالنار، يلا اطلع الفراخ من البتاع. طباخ. بصوا بقى، بتطلع لسه الدخان، يعني انا بحب الدبوسة اكتر من الورك، فانا يلا نحطها عشان اعمل بقى الطحينة. وانا حاطه الاطباق هنا عشان انا بحط الاطباق هنا فيها الفرخه والرز والكلام ده. وعملنا الرز، انا عملت طبق ليا انا بس عشان ما فيش حد هيتعزم عندي يعني. وانا دلوقتي بعمل بالقهوه وكده السفره جهزت. خدتلي الدبوسه زي ما انتوا عارفين ان انا هاخد الدبوسه. عارفه طعم فراخي تحفه. دلوقتي كلت الرز، فاضل لي بس الفراخ، قلت اقعد على القعده الجميله دي واكل الفراخ بتاعتي. يا جدعان دبوس حلو والله، يكفيني 200 سنه. يا لهوي على طعامته. كده الدبوس اهو، ما تبقاش غير العظم، فيلا نرميه برضو بصندوق الزباله عشان حرام اللي عمال النظافه دول ما يتعبوش. تحط. رميتها يا جدعان، رميتها انا اخر الشارع هنا. في زبالة كده بيحطوا فيها الاكل، فانا حطيت فيها العظمه. لا ده بيقدن اهو، اخر صلاتي. جيران بس عيلهم بيعيطوا. يلا بينا على الحمام ناخد لنا دش كده. عايزه اوريكم الحنفيه اللي انا عملتها جديد. بصوا الحنفيه وجمال الحنفيه، الدش عملته بدقه. تفكرين دي الاوضه ولا؟ خمنوا معايا. ده شطورين اهو، ده 3 قطع مستخدم بس. هو لو عندكم عيال صغيرين هما 2، واحدة ايه. كان في شكل مثلث بس انا حبيت يكون شكل دايرة، قصدي كان في شكل مربع تكون مربعية، بس انا بس هتكون الكبيرة دي مربعية، لكن الصغننة دي هتكون دائرية زي ما هي، بس انا حبيت الاتنين يكونوا زي بعض عشان يكون اوفريتش. بس انصحكم لو عندكم عيال صغيره وبيستحموا بيها اوعى تخليهم يمسكوا البتاعه دي. هي بتتمسك عادي، بتتشال عادي من هنا اهو، بتتشال عادي، بس ممكن يبوظه لكم عشان البتاعه دي لو اتشالت مش هينفع كل ده يكون باظ. فانتوا تفتحوا الحنفيه وتستخدموها كده، هي هتطلع ميه من غير ما انتوا تمسكوها. تمام. لبست المايو بتاعي وفكيت شعري ويلا بينا على الاستحمام. الله، المية دي بتنزل. بص بالاتنين، بص اهو، شايفين ده؟ الزرار ده
شايفينه؟ انتوا هتفتحوا عادي المية، الاتنين هيفتحوا، بس انتوا عايزين لو واحدة بس اللي تتفتح، في زرار هنا هتدوسوا عليه تلفوه، واحدة بس اللي هتشتغل اللي هي الصغننة، تلفون الناحية التانية الكبيرة بس اللي هتشتغل، بس أنا عايزاها الكبيرة بس. بصوا هي بس الكبيرة اللي بتشتغل دلوقتي، الصغيرة بتنقط مية لأ. أنا دوست على الزرار لفيته عشان المية كده. خلصت استحماء وشعر اهو، وعملت حسابي ان انا هكوي بيه المكوى، ويلا بينا عشان انا هكوي بيه المكوى، هقعد شويه واسرحه وهنام عشان بصوا الساعه كام. الله اكبر الله اعظم. المغرب بيأذن اهو يا جدعان. انت يا ست انت اطلع بره. طبعا تمثال بهزر معاكم. بصوا كويت شعر اهو، هقعد شويه على التلفزيون لحد ما يجي شويه واقول لكم باي. والله العظيم التمثيليه دي جامده. بصوا شايفينها الكاتشب. يلا كده الساعة 1:58. يلا عشان انام وكده. خلصنا فكرة الفيديو، ولو عجبكم الفيديو لايك اند سبسكرايب، ومتنسوش تاني لايك اند سبسكرايب، ويلا باي 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 يا حلوين. مساء الخير، صباح على خير، يلا باي.